تفتكر ايه اللي يخلي واحد وهو بيموت ما ينطقش غير 3 جمل غريبة؟ تعال احكي لك الحكاية. كان في راجل طيب وصالح وهو على فراش الموت ما كانش بينطق غير 3 كلمات: ليته كان جديد، يغيب شوية عن الوعي وبعدين يفتح عينه ويقول ليته كان بعيد، وبعدها بلحظات يرجع يقول ليته كان كامل، وبعدها روحه طلعت لربنا. واحد من الصالحين شافه بعد وفاته في المنام وسأله ايه الحكاية وكنت بتقول ايه وانت بتموت؟ قال له انا مرة شفت مسكين بيتعذب من البرد وانا لابس جلابية قديمة فوقها واحدة جديدة، اديت له القديمة، ولما جيت اموت شفت قصر من قصور الجنة وقالوا لي ده عشانك، عشان اديت المسكين الجلابية، وساعتها قلت يا ريتني كنت اديته الجديدة مش القديمة، ليته كان جديد. وفي مرة تانية كنت ماشي شفت راجل مقعد عايز يروح الجامع، شلته على كتافي ووديته، ولما جيت اموت قالوا لي ده قصر عشانك عشان شلت الراجل، قلت يا ريت الجامع كان بعيد مش قريب، ليته كان بعيد. وفي يوم كان معايا عيش لقيت مسكين جعان اديته حتة من الرغيف، ولما جيت اموت شفت قصر كالت وقالوا لي ده عشانك عشان اديت الرغيف، قلت يا ريتني كنت اديته كله، ليته كان كامل. عارف حاجات صغيرة احنا بنشوفها بسيطة بس عند ربنا عظيمة. ما تستهونش بأي خير. لو عجبتك القصة دي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك علشان اللي جاي أحلى.